عليكم، أسعد الله أوقاتكم كل خير. تضج وسائل التواصل الاجتماعي بخبر مزيف ومفبرك منذ يومين بأن السعودية اعتقلت معتمرة في الحرم المكي بسبب رفع شعار فلسطين. طبعا إعلام الإخوان، شفتوا كيف السعوديين ما يحبون فلسطين؟ شفتوا كيف ما يدعون له لنا في غزة أي أحد لو أن علم ثاني عادي؟ طيب، أولا الله ينصر لنا في غزة ويحفظهم يا رب وينصرهم على الاحتلال الإسرائيلي. اثنين، المعتمرة تركيا ولم تعتقل بل سحب منها العلم. ثلاثة، انت وانا وكل واحد مسلم عارف ان الشعارات والاعلام السياسية الدينية مرفوضة وممنوعة في الحرمين الشريفين. واذا ما تعرف ترى سفارة بلدك تعرف، وكل موسم حج وعمره السعودية تنوه وتذكر سفارات البلدان ممنوع تداول الشعارات السياسية والدينية في الحرمين الشريفين. يا ابن الذين، جاي عبادة، جاي تعبد ربك، جاي تقابل ربك، ما لها داعي تسوي الأفلام هذه. أما لو فتحتها السعودية الكل من هب ودب، كم عندنا دولة عربية وإسلامية كل واحد بيجي بيرفع شعار في احتفاله ولا في مصيبة صارت ولا أنا اليوم فريق انهزم، يلا تعال يلا ارفع شعاري واروح عند الكعبة. كلنا عارفين هذا ممنوع ومن زمان. ما انت رايح ملعب يا حبيبي، رايح تقابل ربك، اعبده واترك ذا الامور واترك ذا الحركات اسميها غبية. والحمد لله كل الشعوب العربية والاسلامية واعية، يعني قاعد اشوف الردود، الكل اقول بنسبة 90% يدعم هذه القرارات ويثني عليها. تحياتي لكم، الله يحفظكم.